قبل ما نبدأ هقولك سر مهم يخلي البسلة تفضل خضرة لآخر كيس، والطريقة دي مجربة ومضمونة 100%، مش كلام نظري. بصي يا ست الكل، ركزي معايا في الخطوة دي. هاتي البسلة وفصصيها واحدة واحدة، وما تكسليش هنا، لأن أي حبة بايظة بتبوظ الكمية كلها، ودي أول غلطة بتضيع تعبك. بعد التفصيص نغسل البسلة كويس جدا بمية نظيفة وكذا غسلة، عايزينها تطلع فريش كأننا لسه جايبينها من السوق. نخش على الجزر بقى. الجزر يتغسل كويس ويتقشر ويتقطع مكعبات صغيرة. خلي بالك، لا كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، المقاس ده هو اللي بيطلع شكله حلو في أي أكلة. ركزي بقى معايا وصلي على النبي وما تنسيش لايك حلو منك، دي أهم خطوة في الفيديو كله. حلة مية بتغلي، ننزل بالبسلة والجزر لمدة دقيقتين بالظبط، لأن الزيادة هنا بتسلق الخضار وبتقتل اللون، وده السر اللي ناس كتير ما تعرفوش. لو الخطوة دي اتعملت صح، انسي إن البسلة تصفر تاني. نطلعهم من السخن على البارد على طول. هاتي بولة فيها مية ساقعة جدا أو فيها تلج، الحركة دي هي اللي بتثبت اللون وبتخلي البسلة خضرة زي ما هي، والجزر يفضل لونه برتقاني منور. دلوقتي نصفيهم كويس، وبعد ما صفيناهم كويس خلي بالك أي مية تفضل عليهم هتعمل تلج في الفريزر وتبوظهم. عشان كده نفردهم على فوطة ونسيبهم ينشفوا براحتهم قبل ما نحطهم في الأكياس. لما ينشفوا تماما نبدأ نعبيهم في أكياس تلاجة. وملحوظة صغيرة، ما نضغطش على الكيس قوي عشان الحبات تفضل سليمة. وعلى فكرة، التريكات البسيطة دي بتوفر عليكي نص الشغل في رمضان، تطلعي الكيس وتستخدميه على طول من غير تعب. تعالي بقى نرص الأكياس في الفريزر بشكل منظم، وكده نكون عملنا تفريز مظبوط من غير أي خسارة. خليكي فاكرة، بالطريقة دي البسلة والجزر يعيشوا معانا 6 شهور وأكتر بلونهم وطعمهم ولا كأنهم متفرزين. استني بقى، لسه في فيديوهات أهم جاية قبل رمضان. لو مهتمة بالتفريز الصح وتوفير الوقت، اعملي لايك واشتركي في القناة عشان ما يفوتكيش ولا سر من أسرار المطبخ. مع قناة وصفات كنوز الطبيعة هنعيش مع الطبيعة ومطبخك يبقى أسهل واقتصادي.